يعني انا المفروض اعمل ايه بعد ما بصيت في المرايه؟ اعمل ايه؟ حلو. احنا الاول عشان احنا معظمنا اتربى ان احنا ما بنصدقش جسمنا ازاي. مم. يعني مثلا تكون بتاكل، مش انت شخصيا، يعني حد يكون بياكل ابنه او بنته، فالطفل شبع خلاص، فلا كمان انت لسه كل كمان عشان كمان شويه ما تجوعش، لا انت لسه جعان، هو اصلا بيقول انه شبع. فانا ببني حاجز بينه وبين تصديقه لجسمه. هو هو بابا وماما عارفين اكتر، فانا هكون جعان ماشي يلا اكليني اكتر، هو مش عايز، جسمه بيقول له لا. يعني كنت اعرف واحده دايما تقول لابنها ادخل الحمام، انا شايفه انه في بيبي. ازاي؟ يعني ازاي شايف؟ فالولد بجد هو مش مصدق جسمه، الجسم بيقول لي ان انا تمام مش محتاجه ادخل الحمام دلوقتي، بس البيرنتس بقى لا انت محتاج. فحتى البيولوجيكال نيدز ان انا اكل اشرب ادخل الحمام استحمى، قوم استحمى انت ريحتك معفنه، طب انا مش حاسس ان ريحتي وحشه، اعمل ايه دلوقتي؟ فهي بدات الاول من زمان شويتين ان احنا حصل بلوكجز بيننا وبين جسمنا، فاحنا اللي بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نرجعها لمسارها الطبيعي.